بنعمة المسيح رح أقرأ المزمور 51، المزمور التوبة لداود، مزمور اللي يمكن أكثر مزمور عطى رجاء وأمل للمؤمنين عبر كل العصور. المزمور اللي يعلن أن هناك غفران وهناك فرح حقيقي في التوبة والرجوع إلى شخص الرب. المزمور 51: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصي وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمعني سرورا وفرحا، فتبتهج عظام سحقتها. استر وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة اعضدني. فأعلم الأثم طرقك، والخطاة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيسبح لساني برك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها. بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. أحسن برضاك إلى صهيون، ابني أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذبحك عجولا. آمين. تفضلوا استريحوا، لإلهنا كل المجد والكرامة. يمكن معظمنا سمع بأنه الضفدع تستطيع أن تسلقه دون أن يشعر بالخطر. تقدر تحط الضفدع في وعاء ماء وتبدأ بتسخين الماء شوي شوي تدريجيا، ولا يشعر بأنه هناك خطر على حياته. وأخشى أن نكون كمؤمنين في كثير من الأحيان قد نما في قلوبنا هذا الشعور من التعايش مع الضعف ومع التقصير ومع الخطايا في كثير من الأحيان، دون أن ندرك هول وبشاعة الخطية والحاجة الحقيقية إلى الارتماء على نعمة الرب وطلب التوبة أمام شخص الرب إلهنا. يؤلم قلب الرب جدا ويجرحه أن يرى أولاده وكنيسته تتعايش بشكل طبيعي مع حياة ليس فيها رضا حقيقي من الله عليها. وهذا أمر مؤلم أكيد في حياة كل مؤمن وفي حياة كل كنيسة. الظروف العامة والثقافة العامة تشجع على هذا الاتجاه. موضوع التنبيه والشعور بالذنب صار يحارب وكأنه شيء نقص عظيم جدا، ومش لازم حد يفكر أبدا بموضوع الشعور بالذنب، لكن يغطى هذا الشعور بطرق وأساليب مختلفة جدا. وبالحقيقة نرى هذا العالم المحيط فينا، نحيا فيه، يصل إلى غرف نومنا من خلال التليفون ووسائل التواصل اللي صارت منتشرة جدا، ويبث في أذهاننا معايير ومقاييس لا تنسجم أبدا مع مقاييس الله ومقاييس الكتاب المقدس. عندما نصرف أوقات طويلة بعيدة عن كلمة الله ومحضر الله وعمل الروح القدس، من السهل جدا أن حساسيتنا للأمور الروحية وللخطية تتخدر حساسيتنا، ونبقى نتعايش مع أوضاع إلى أن نواجه أزمة في الحياة، وفجأة تستيقظ فينا هذه المشاعر وهذا الضمير، ونبتدئ نبحث عن الأماكن اللي فيها تساهلنا مع الخطية. أمر خطير جدا. هذا المزمور مزمور توبة عظيم. طلبت مني الأخت عنوان للعظة،
فأعطيتها العنوان للآية اللي أثرت فيي جدا في هذا المزمور مؤخرا، لفتت لي نظري جدا. بيقول لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما. طيب السؤال، يا داود، بعد أن اقترفت خطيتك لا بل معاصيك، مرت الأيام ومرت الشهور والأسابيع، وأكيد أنت ما نسيت خطيتك، لكن لماذا بعد سنة، هذا المزمور انكتب بعد سنة من اقترافه الخطية، لماذا الآن تقول لأني عارف بمعصية؟ ألم تكن تعرف معصيتك قبل هذا اليوم؟ أكيد كان يعرف في ذهنه ويعرفها في ذاكرته، لكنه كان يتجاهل. وافتكر داود أنه بالطرق الكثيرة التي حاول أن يغطي فيها خطيته، طالما لم تحدث فضيحة فإذا كأنها تلاشت من أمام عيني الرب وقد دفنها، ولم يعد ضميره يشعر بها على الإطلاق. لمدة سنة داود أنت تعرف أنك اقترفت إثما كبيرا وخطية ثقيلة، وبالآخر لبعد سنة لحتى عرفت بمعاصيك. نعم، في كثير من الأحيان معاصينا كأنها أمر يمر، نتجاهله، نؤجله، ندفنه، نبرره، نرى أنه أمر طبيعي، إلى أن يرسل لنا الرب صوت الروح القدس من خلال ناثان النبي، من خلال كلمة، من خلال أزمة في الحياة، من خلال تحدي، من خلال أمر معين، يرسل الرب صوته الذي يزلزل ضميرنا وقلوبنا، وفجأة تقول أنا عارف بمعاصية، ماذا فعلت بمعاصية؟ ونشكر الرب لأنه هذا من رحمة الرب أنه يوقظ ضمائرنا لكي يقودنا إلى الارتماء على رحمته وطلب التوبة الصادقة أمام الرب.